دي في ناس بتقدر تبيع أي حاجة بسهولة، وناس تانية مهما حاولت ما تقدرش تقفل صفقة واحدة. الفرق مش في الحظ ولا حتى في المنتج، الفرق كله في إزاي بتعرض اللي عندك. النهاردة هنلخص كتاب 100 مليون أوفرز لأليكس هرموزي، اللي هيعلمك إزاي تبني عرض ما يترفضش، عرض يخلي العميل بنفسه يدور عليك. مقدمة الكتاب: ليه العروض أهم من أي حاجة تانية؟ أليكس هرموزي بيبدأ الكتاب بفكرة بسيطة بس قوية جدا. مش مهم قد إيه أنت شاطر في التسويق أو المبيعات، لو العرض بتاعك نفسه ضعيف الناس مش هتشتري. لكن لو عندك عرض قوي فعلا ممكن يبيع نفسه من غير ما تتعب كتير في الإعلانات أو الكلام. هو بيقولك مهمتك إنك تبني عرض لا يقاوم، عرض يخلي العميل يحس إنه غبي لو قال لأ. يعني العرض لازم يبقى في قيمة أعلى بكتير من السعر، واضح وسهل الفهم، بيحل مشكلة حقيقية للعميل، بيشيل من على العميل أي خوف أو مخاطرة. أليكس هنا بيأكد على إن السر مش في إنك تبقى أذكى واحد في التسويق، السر إنك تبني جراند سلام أوفر، يعني عرض يضرب ضربة جامدة في الملعب ويجيب لك الماتش. الفصل الأول: إيه هو العرض وليه هو أهم من المنتج؟ هرموزي بيفرق بين المنتج والعرض. المنتج هو الحاجة اللي بتباعها، كتاب، كورس، خدمة استشارة، برنامج جيم. العرض هو الباكج كله حوالين المنتج: السعر، البونص، الضمان، طريقة الدفع، طريقة العرض، كل التفاصيل اللي بتخلي العميل يقول يا نهار أبيض ده لازم أخد العرض ده. مثال يوضح الفرق: تخيل عندك كورس تعليم لغة إنجليزية، لو عرضته كورس 20 فيديو لتعليم الإنجليزي ده عرض عادي. لكن لو عملت عرض كده: كورس شامل لتعلم الإنجليزي من الصفر لحد الطلاقة في 90 يوم، مع تمارين عملية، متابعة شخصية، ضمان استرداد كامل لو ما قدرتش تتكلم بطلاقة بعد الكورس، وهتاخد كمان 3 بونص: قائمة بأهم 100 جملة، كتاب PDF للجرامر، جلسة محادثة مع نيتيف. شفت الفرق؟ العرض التاني لا يقاوم لأنه مليان قيمة، في ضمان وفي بونص. المعادلة البسيطة: هرموزي بيقولك الناس مش بيشتروا المنتج، هما بيشتروا النتيجة اللي المنتج هيوصل لهم ليها. محدش عايز كورس فتنس، الناس عايزة جسم مشدود في 3 شهور. محدش عايز كورس بيزنس، الناس عايزة أرباح أكتر من شغلها. يعني لازم تفكر دايما من منظور العميل، هو عايز يوصل لإيه؟ أهم 3 نقط في الفصل: 1. المنتج مش كفاية، العرض هو اللي بيبيع. 2. العرض لازم يكون مركز على النتيجة مش المنتج نفسه. 3. لازم تخلي العرض مليان قيمة تحسس العميل إنه هيخسر جامد لو رفضه. الفصل الثاني: مين العميل اللي بتكلمه؟ هرموزي بيقولك إن قبل ما تبني أي عرض لازم الأول تحدد مين هو العميل المثالي بتاعك. ليه؟ لأنك لو بتكلم كل الناس يبقى أنت في الحقيقة مش بتكلم حد. اللي هيشتري منك مش السوق كله، لكن شريحة محددة جدا عندها مشكلة واضحة ومستعدة تدفع فلوس عشان تتحل. 1. حدد السوق بتاعك. هرموزي بيقسم السوق ل3 مستويات: السوق الكبير ماركت، مجال عام زي الفتنس، البيزنس، التعليم. النيش جزء أضيق من السوق الكبير زي خسارة الوزن للستات بعد الولادة أو تسويق أونلاين للمطاعم. النيش الضيق جدا هو التركيز الشديد زي كورس خسارة 10 كيلو في 90 يوم للستات اللي فوق 35 سنة بعد الولادة. كل ما تضيق شريحة عملائك كل ما عرضك يبقى أقوى، لأنه بيبان إنه معمولة مخصوص ليهم. 2. اعرف الأفاتار بتاع العميل. الأفاتار هنا معناها صورة تفصيلية لشخصية العميل المثالي: سنه كام، دخله قد إيه أكبر مشكلة بيعاني منها دلوقتي، إيه الهدف اللي عايز يوصله بسرعة، إيه اللي بيخوفه أو بيمنعه ياخد خطوة. لما تعمل بروفايل للعميل بالشكل ده هتعرف إزاي تبني عرض يلمس مشاكله ويخليه يقول ده معمول عشاني. 3. المشكلة الملحة هي المفتاح. هرموزي بيأكد إن النجاح في العروض بيعتمد على حاجة: تبيع حل المشكلة ملحة جدا. الناس مش بيدفعوا في الرفاهية زي ما بيدفعوا في الألم. يعني إيه؟ يعني واحد بيعاني من زيادة الوزن هيدفع دلوقتي في أي حاجة تحل المشكلة،
لكن واحد حابب يتعلم لغة جديدة علشان التسلية مش هيدفع بسرعة، لأنه مش شايفها مشكلة ضرورية. مثال عملي: لو بتبيع خدمة تسويق، عرض عام هنساعدك تزود مبيعاتك. عرض مخصص هنجيب لك 30 عميل جديد لمطعمك في 30 يوم، أو فلوسك راجعة. شوف الفرق، التاني بيوجع العميل في مشكلته الحقيقية وبيوعده بحل واضح وملموس. أهم 3 نقط في الفصل: 1. لازم تضيق جمهورك وتحدد عميل مثالي واضح. 2. اعمل بروفايل كامل للعميل: سن، دخل، أهداف، مشاكل، مخاوف. 3. ركز على المشاكل الملحة لأن هي اللي بتخلي العميل يشتري فوراً. الفصل الثالث: إزاي تبني الجراند سلام أوفر. في الفصل ده هرموزي بيشرح إزاي تحول عرض عادي لعرض لا يقاوم، اللي هو بيسميه جراند سلام أوفر، العرض اللي يخلي العميل يحس إنه كسبان جامد جدا قدام الفلوس اللي بيدفعها. المعادلة الذهبية للقيمة: هرموزي بيقول قيمة أي عرض تساوي الحلم المرغوب desired dream outcome في احتمالية تحقيقه perceived likelihood of achievement على الوقت والتعب time delay زائد المجهود والتضحية effort and sacrifice. يعني كل ما تزود وضوح النتيجة اللي العميل هيحققها، وتخلي العميل واثق إنه هيقدر يوصل لها، وتقلل الوقت والتعب اللي هياخده عشان يوصل، إذن العرض هيبقى قيمته خارقة وساعتها السعر مش هيبقى عائق. 1. الحلم المرغوب desired dream outcome: العميل مش بيدور على المنتج، هو بيدور على النتيجة. مثال: الناس مش عايزة كورس فتنس، هم عايزين جسم رياضي في 3 شهور. الناس مش عايزة أداة تسويق، هم عايزين عملاء أكتر ومبيعات أعلى. انت لازم تحدد الحلم الكبير اللي عميلك بيسعى وراه وتربطه بالعرض بتاعك. 2. احتمالية تحقيقه perceived likelihood of achievement: العميل بيسأل نفسه: هو أنا فعلا هحقق النتيجة دي؟ ولا دي وعود على الفاضي؟ انت هنا دورك انك تزود الثقة عنده بطرق زي ضمانات قوية guarantees، استرداد فلوس أو ضمان نتيجة معينة، شهادات عملاء testimonials، قصص نجاح حقيقية، بونصات مساعدة زي ملفات جاهزة، قوالب، أدوات بتسهل التنفيذ. 3. الوقت والتأخير time delay: كل ما النتيجة تيجي أسرع، العرض يبقى أقوى. مثال: تخس 10 كيلو في 6 شهور، عرض ضعيف. تخس 10 كيلو في 30 يوم، عرض أقوى. طبعا بشرط يكون واقعي، وإلا العميل هيحس إنك بتضحك عليه. 4. المجهود والتضحية effort and sacrifice: الناس بطبعها كسولة ومش عايزة تبذل مجهود كبير. يعني اتعلم لغة إنجليزية بالقراءة كل يوم 2 ساعات، مجهد. اتعلم إنجليزي بطريقة سهلة من خلال تطبيق 15 دقيقة يومياً، مغري أكتر. لو قدرت تقلل المجهود المطلوب من العميل، العرض هيبقى أقوى. مثال عملي: لو بتبيع برنامج للتخسيس، عرض ضعيف: كورس تمرين 12 أسبوع عشان تخس. عرض جراند سلام: برنامج خسارة 7 كيلو في أول 30 يوم من غير حرمان من الأكل، مع خطة وجبات جاهزة، فيديوهات قصيرة للتمارين في البيت، متابعة يومية على الواتساب، وضمان استرداد فلوسك بالكامل لو ما وصلتش للنتيجة. شفت الفرق؟ العرض التاني بيخلي العميل يحس إن النتيجة مضمونة، سريعة، وسهلة. أهم 4 نقط في الفصل: العرض القوي يساوي قيمة عالية مقابل مجهود قليل وسرعة في النتيجة. 2. اربط العرض بالنتيجة اللي العميل نفسه يحلم بيها. 3. زود ثقة العميل بالضمانات والبونصات والشهادات. 4. قلل الوقت والمجهود المطلوب عشان العميل يوصل للي هو عايزه. الفصل الرابع: قوة البونس. أليكس هرموزي هنا بيفكرك بحاجة بسيطة بس مهمة جدا. مش دايما تقدر تغير المنتج الأساسي، لكن تقدر تزود حواليه إضافات بونس تخلي العرض كله قيمته تعلى أضعاف. ليه البونس مهم؟ بتخلي العميل يحس إنه واخد صفقة العمر، بتعالج اعتراضات ممكن تيجي في دماغه، بتزود قيمة العرض بشكل يخلي السعر يبدو تافه. إزاي تختار البونس الصح؟ البونس مش أي إضافة وخلاص. البونس لازم: 1. يكمل العرض الأساسي، يعني يحل مشكلة جانبية مرتبطة بالمنتج. 2. يوصل العميل للنتيجة أسرع وأسهل. 3.
يخلي المنتج الأساسي يظهر إنه أوفر وأكتر قيمة. أمثلة عملية للبونس: لو بتبيع كورس تسويق، المنتج الأساسي كورس فيديو لتسويق أونلاين. البونس قوالب إعلانات جاهزة، ملف PDF فيه أمثلة لإعلانات ناجحة، استشارة شخصية نص ساعة. النتيجة، العميل يحس إن العرض قيمته أعلى بكتير من السعر. صيغة ستاكينج اللي بيستخدمها هرموزي بيقولك لما تعرض العرض بلس البونس، أعرض كل عنصر بسعره المنفصل وبعدها جمع الكل. مثال: الكورس الأساسي $500، قوالب إعلانات $200، ملف PDF $100، استشارة شخصية $300، المجموع $1100. السعر الفعلي العرض كله $299. العميل هنا هيحس إنه بيدفع تلت السعر وياخد أكتر من 3 أضعاف قيمة. نقطة نفسية مهمة: العميل ساعات بيتردد لأنه مش متأكد المنتج كافي. لما تضيف بونص ذكي، أنت بتبني في دماغه إحساس مفيش حاجة ناقصة، كل اللي محتاجه موجود هنا. أهم 3 نقاط في الفصل: 1. البونص لازم تبقى مرتبطة بالمنتج وتسرع النتيجة. 2. اعرض قيمة كل بونص منفصل عشان يبان العرض أغلى من سعره. 3. البونص مش رفاهية، دي سلاح استراتيجي عشان العرض يبقى لا يقاوم. الفصل الخامس: الضمانات Guarantees. إزاي تشيل الخوف من دماغ العميل؟ هرموزي هنا بيقولك أي عميل قبل ما يشتري بيسأل نفسه سؤال واحد: طب ولو خسرت فلوسي؟ الخوف من المخاطرة أكبر سبب يخلي الناس تتردد أو تقول لأ، وعشان كده الضمانات هي المفتاح إنك تقفل الصفقة. الفكرة الأساسية: لما تضيف ضمان قوي، انت كأنك بتقول للعميل المخاطرة كلها علي أنا مش عليك، وده بيخلي احتمالية الشراء تعلى بشكل ضخم. أنواع الضمانات اللي بيشرحها هرموزي: 1. الضمان التقليدي Money Back Guarantee. العميل يقدر يرجع المنتج وياخد فلوسه كاملة في مدة معينة: 30 يوم، 60 يوم، 90 يوم. بسيط وفعال جدا. الضمان المشروط بالنتائج Results Based Guarantee. مثال: لو ما خسرتش 5 كيلو في أول شهر، فلوسك راجعة. هنا أنت مش بتضمن المنتج بس، أنت بتضمن النتيجة. الضمان المزدوج Double Guarantee. مثال: لو ما حققتش النتيجة بلس وكمان ما اتبسطتش من التجربة، هترجع لك فلوسك. ده بيركب أكتر من ضمان فوق بعض. الضمان المجنون Crazy Guarantee. دي حاجة تخلي العميل يقول مستحيل أخسر. مثال: لو ما حققتش النتيجة، مش بس هرجع لك فلوسك، لأ، كمان هدفع لك $100 تعويض. إزاي تختار الضمان المناسب؟ لو منتجك لسه جديد ومفيش ثقة كبيرة، يبقى اعمل ضمان قوي جدا حتى لو شكله مجنون. لو عندك تجارب نجاح كتير، ممكن تعمل ضمان أبسط لأن ثقة السوق فيك عالية. مثال عملي: لو بتبيع برنامج تدريبي للبزنس، عرض عادي كورس 6 شهور لتعلم التسويق، عرض مع ضمان: لو بعد 6 شهور ما قدرتش تجيب أول 10 عملاء من الكورس، هرجع لك فلوسك بالكامل بلس جلسة استشارة خاصة مجانا. شوف الفرق؟ العرض التاني يخلي العميل يحس إنه داخل المغامرة مضمونة. نقطة مهمة جدا: الناس ممكن تفكر إن الضمان خسارة للشركة، لكن الحقيقة إن نسبة اللي بيرجعوا قليلة جدا، ومعدل المبيعات بيعلى أضعاف مع وجود الضمان. يعني في الآخر المكسب أكبر بكتير من أي رجوع. أهم 3 نقط في الفصل: الضمانات بتشيل الخوف من قرار الشراء. في أنواع ضمانات مختلفة: فلوسك راجعة، ضمان نتيجة، ضمان مجنون. الضمان القوي زيادة مبيعات في مضاعفة ثقة العملاء. الفصل السادس: إزاي تسعر العرض بتاعك؟ هرموزي بيأكد إن تسعير العرض مش مجرد تحط رقم عشوائي. التسعير جزء استراتيجي جدا، وممكن يخلي العرض يبان يا إما فرصة العمر يا إما غالي وملوش لازمة. 1. السعر مش العائق الحقيقي. الناس مش بتهتم قد إيه الحاجة غالية، الناس بتهتم هل القيمة اللي هاخدها تستاهل الرقم ده؟ هل النتيجة اللي هوصل لها أكبر من اللي هدفعه؟ يعني لو عرضك قيمته ضخمة، العميل مش هيفاصل في السعر. 2. قاعدة الفاليو equation. هرموزي بيربط السعر بالمعادلة اللي شرحها قبل كده. القيمة المدركة بتساوي النتيجة في احتمالية تحقيقها على
الوقت زائد المجهود زائد التضحيات. كل ما تزود القيمة المدركة، العميل هيشوف السعر اللي بتحطه قليل قدام اللي هياخده. 3. اربط السعر بالنتيجة. أقوى طريقة للتسعير هي إنك تخلي العميل يقارن السعر بالنتيجة مش بالمنافسين. مثال، ما تقولش الكورس ب$200 بس، قول الكورس ده هيساعدك تجيب أول 10 عملاء ليك، والعميل الواحد هيجيب لك $500، يعني أنت ممكن تكسب $5000 من حاجة ب$200. هنا العميل بيشوف السعر تافه قدام النتيجة. 4. التسعير عشان التمركز. السعر كمان بيحدد صورتك في السوق. السعر المنخفض معناه إن الناس هتشوفك رخيص. السعر المتوسط كويس لكن ممكن يضيع وسط المنافسة. السعر العالي بيديك صورة بريميوم بلس، بتجذب عملاء جادين. 5. استخدم البرايس أنكرينج. دي تقنية ذكية، تعرض سعر عالي الأول عشان السعر اللي بعده يبان فرصة. مثال، تقول القيمة الحقيقية للبرنامج ده $5000، بس احنا مش هناخد منك 5000 ولا حتى 2000. السعر الخاص دلوقتي $997. العميل هنا عقله بيقارن بالسعر الكبير اللي سمعه الأول، فيشوف $997 كأنها لقطة. 6. خطط الدفع. ممكن تقسم السعر لأقساط عشان العرض يبقى أسهل. بدل ما تقول السعر يساوي $1000، قول 3 دفعات في $350 بيساوي $1050. النتيجة ناس أكتر هتدخل لأن العائق المالي اتحل. أهم 4 نقط في الفصل ده: 1. العميل مش بيهتم بالسعر، هو بيهتم بالقيمة. 2. اربط السعر بالنتيجة مش بالمنتج. 3. استخدم برايس أنكرينج عشان تخلي السعر يبان لقطة. 4. خطط الدفع بتكسر حاجز الرفض وتزود عدد المشترين. الفصل السابع: إزاي تقدم العرض بتاعك؟ هرمزي بيقول إن ممكن يبقى عندك عرض ناري، بس لو ما قدمتوش صح الناس مش هتفهم قيمته وهيقولوا غالي أو مش محتاجينه. العرض محتاج طريقة عرض تخلي العميل يشوفه فرصة مش تتفوت. أولاً، الوضوح أهم من الإبهار. الناس مش بتحب التعقيد. عرض غامض يساوي العميل هيقول لأ بسرعة. عرض واضح وسهل يساوي العميل هيقول ده معمول عشاني. خلي كلامك مباشر بسيط وركز على النتيجة. 2. اعمل ستاكينج، تجميع القيمة. هرمزي بيركز على فكرة كدس القيمة. اعرض المنتج الأساسي، بعدين اعرض البونصات واحد واحد. اكتب قيمة كل عنصر لو كان بيتباع لوحده، وفي الآخر اجمع الأرقام كلها يساوي القيمة الضخمة، وبعدين اعرض السعر الحقيقي الأقل بكتير. العميل هنا هيشوف نفسه كسبان أضعاف. 3. لغة الصفقة. استخدم كلمات وأساليب تخلي العميل يحس إنه بيعمل صفقة العمر. مثال، هتاخد كل ده بقيمة أقل من سعر قهوة يومية. القيمة الحقيقية $3000، لكن النهاردة كله $499 فقط. 4. حط call to action واضح. لازم تقول للعميل يعمل إيه بالظبط. اضغط دلوقتي عشان تحجز مكانك. سجل دلوقتي قبل ما العرض يخلص. العرض متاح لأول 50 عميل بس. الناس مش هتتحرك لو ما قلتلهمش يتصرفوا إزاي. 5. الندرة والعجلة. الإنسان بطبعه بيأجل إلا لو حس إن في حاجة هتروح منه. مثال، العرض متاح لحد يوم الجمعة بس. العدد محدود، أول 10 هيحجزوا هياخدوا بونس إضافي. ده بيخلي الناس تتحرك بسرعة. مثال عملي، لو بتبيع برنامج تخسيس، الكورس الأساسي $500، خطة وجبات جاهزة $200، متابعة واتساب $300، تمارين منزلية $150، القيمة الكلية $1150. السعر دلوقتي $297. أهم 4 نقاط في الفصل: 1. خلي العرض واضح ومباشر. 2. اعرض القيمة المتكدسة أو الستاكينج عشان السعر يبان فرصة. 3. لازم CTA واضح يقفل الصفقة. 4. استخدم الندرة والعجلة عشان العميل يتحرك دلوقتي. الفصل الثامن:
إزاي تخلي العرض بتاعك أحسن مع الوقت؟ أليكس هرموزي بيأكد إن مفيش عرض بيتولد كامل من أول مرة. السر هو التطوير المستمر بناء على السوق والعملاء. العرض الناجح بيساوي حاجة بتتبني وتتظبط بالتجربة، مش فكرة عبقرية من أول يوم. 1. اسمع السوق كويس. كل اعتراض من عميل يعني إشارة. لو الناس بتقول غالي، محتاج تكدس القيمة أكتر. لو بيقولوا مش وافقين، محتاج تضيف ضمان أقوى. المفتاح إنك ما تتضررش من الاعتراضات، استخدمها كدليل للتطوير. 2. الاختبار السريع تيست فاست. ما تقعدش شهور تخطط. جرب نسخة أولية من العرض، شوف رد فعل الناس، عدل بسرعة. هرموزي بيقول العروض العظيمة مش بتتخيلها، بتتبني من ردود السوق. 3. العب بعناصر العرض. العرض عبارة عن بازل، تقدر تعيد ترتيبها لحد ما توصل للتركيبة المثالية. زود بونص جديد، غير طريقة الدفع، تقسيط، اشتراك شهري، وسع أو قلل مدة البرنامج، جرب أنواع مختلفة من الضمان. 4. راقب المنافسين. بص للعروض اللي شغالة عند غيرك، خد الفكرة وحولها لإصدار أقوى يخدم جمهورك. العميل مش فارق معاه مين اخترع الفكرة الأول، فارق معاه أنت بتقدم إيه دلوقتي. 5. المصداقية فوق كل شيء. هرموزي يحذر، ما تديش وعود مش هتقدر تنفذها. العرض المغري لازم يكون حقيقي. لو كسرت ثقة العميل، كل شغلك ينهار. القيمة زائد المصداقية بيساوي ولاء طويل المدى. مثال عملي، افترض انك بتبيع كورس تعليم برمجة. في البداية، فيديوهات زائد جروب فيسبوك. العملاء بيشتكوا من قلة التفاعل، فتزود جلسات أسئلة مباشرة كل أسبوع. بعدين تلاحظ إن في ناس مش بتكمل الكورس، فتضيف متابعة شخصية لكل طالب وشهادات إتمام. كده العرض بيتطور مرة ورا التانية لحد ما يبقى قوي جدا. أهم 4 نقط في الفصل: 1. اسمع اعتراضات السوق واعتبرها كنز للتطوير. 2. اختبر بسرعة وما تستناش المثالية. 3. عدل في عناصر العرض، بونص، ضمان، طرق دفع. 4. المصداقية أساس نجاح أي عرض. الخاتمة. بص يا صديقي، كتاب 100 مليون اوفرز مش مجرد كلام في البيزنس، ده خريطة عملية ازاي تبني عرض يخلي العميل يحس انه مغفل لو ما اشتراهوش. اللي فهمناه من هرموزي ان السر مش انك تبيع ارخص، السر انك تكدس قيمة وتعرضها بشكل يخلي السعر باين فرصة. ابدأ من النهاردة، جرب، اختبر، عدل، وخلي هدفك تبني عروض ما تتسابش. ولو ركزت في اللي قلناه خطوة بخطوة، هتلاقي نفسك مش بس بتبيع، لأ، انت بتخلق قيمة تخلي عملائك أوفياء ليك لسنين. وفي الآخر أحب أقولك، مش مهم تبدأ كبير، المهم تبدأ بعرض ما يتفوتش. لو وصلت لحد هنا فأنت فعلا مهتم إنك تطور البيزنس بتاعك. ولو الفيديو ده فادك، ما تبخلش علينا بلايك عشان يوصل لناس أكتر. وكمان اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل ملخصات الكتب اللي بتختصر لك سنين خبرة في كبسولة صغيرة. والسلام ختام.